السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده نعمل مع بعض أكلة كلنا بنحبها، وهي الكشري المصري بتاعنا. الكشري طبعا مفيش أحلى منه بناكله في البيت في بيتنا بطريقة نظيفة كده يعني. أول حاجة بنجيب حوالي كده شوية بطاطس حلوين كده، يجي حوالي 4 5 أكتر، لو انت عايزة تزودي بتزودي براحتك. خلاص. بنجيب البصل بقى كده بنقشره وبنغسله كويس وبنقشره، وبعد كده بنقطعه. أول حاجة قبل ما نبدأ بنعمل أي حاجة، بنجيب العدس بجبة بننقعه على جنب، عشان لازم يتنقع شوية، ومعاه كام فص من التوم، وبنركنه على جنب بقى وبعد كده نولع عليه يستوي. خلاص، ده قبل ما نقطع البصل. جينا بقى عشان نقطع البصل معانا، هنقطع البصل ازاي؟ هنقطعه شرايح، نقطعه شرايح علشان الكشري مبيبقاش عاوز الا البصل يكون متقطع شرايح كده، عشان هو مبيتعملش الا كده. دلوقتي هنقطع الكمية كلها، وبعد كده بنكون مجهزين الطاسة فيها زيت ونسخنه كويس، وبعد كده منزلين عليه بالبصل. بس بعد ما نقطع كمية البصل كلها بنعمل بنحط عليه بقى شوية دقيق، شوية نشا، وشوية ملح صغيرين. يبقى دقيق ونشا وشوية ملح، دي أهم خطوة لازم نعملها. طبعا الكشري المصري ما يبقاش أحلى ولا أطعم إلا ما يكون معمول في البيت. طبعا غير المطاعم، ما انت مبتبقاش عارفة الحاجة اللي الولاد بياكلوها دي معمولة ازاي، ولا الحاجة اللي بيعملوا فيها نضيفة ولا لأ ولا كده. انما انت لما تروحي تعمليها في البيت، تبقى انت ضامنة الحاجة اللي انت عاملاها. خلاص كده بقى، جبنا قطعنا البصل، هنقطعه قصدي هنحط عليه دقيق وشوية نشا وشوية ملح صغيرين، ونقلبهم في بعض. طبعا بتحطي الدقيق والنشا يعني بيبقى حسب كمية البصل اللي معاكي، متكتريش يعني، ان هو يعني الدقيق البصل يشرب يعني من الدقيق كده، يمتزج كده معاه كده ويبقى حلو، متكتريش يعني دي وكده. بتكوني انت بقى في الوقت دوتي مجهزة طاسة، بتحطي فيها شوية زيت، والزيت بيبقى سخن، وبتنزلي عليه بالبصل زي ما انت شايفة كده. بنقلبه كويس جدا بالدقيق والنشا والملح. بعد كده بنكون مجهزين الطاسة اللي هنعمل فيها كده. الطاسة بقى كنا مجهزينها، هنحط بقى فيها، ودي كده حاطة هنا ميه المكرونة عشان نسلقها زي ما انت شايفة كده. طبعا بتحاولي ان انت تعملي الحاجة بتاعت الكشري كلها جنب بعض، يعني على كل عين عليها حاجة. انا كنت حاطة هنا عندي عليها البصل، العين التانية عليها مية المكرونة، والعين التانية عليها العدس بجبة. كل حاجة بحطها مع بعض بحيث ان انا اخلص كله مع بعضه، وما ياخدش مني وقت كده. حطيت البصل في الزيت وهو سخن، نقعد بقى نقلبه لغاية ما ياخد معانا اللون الذهبي الفاتح، مش الذهبي الغامق، علشان البصل طبعا ما بيقعد بيغمق شوية. فانت تحاولي ان انت تعملي البصل ما يكونش غامق. دي خطوة مهمة لازم نعملها عشان يطلع حلو معانا زي المطاعم بالظبط. انا كل خطوة بعملها معاكم في الفيديو ده، والله طعم كانوا تحفة والله بجد. يعني كانوا ولادي كلهم اكلوا منه، كل اللي اكل منه بيشكر فيه ويقول لي ده احلى والله من اللي بيجيبه من المطعم. يعني ولادي كانوا بيقعدوا يقولوا يا ماما الكشري بتاع المطعم حاجة تانية، بس لما عملته لهم فرحوا بيه قوي. كده بقى اخد البصل معانا اللون الدهبي انتوا شايفين كده، مهوش لا غامق ولا هو فاتح، الوسط. وطلع كان طالع بيقرمش، وكان طعمه جميل قوي. يعني وعايزه اقول لكم الاولاد كانوا حبوه قوي، لان كانوا بيقرمش كده وكان طعمه جميل بجد. تحاولي بقى اللي انتي لما تيجي تحمري الحاجه، تصفي الزيت بتاعك اول باول. يعني شايفه كده، انت شايفه الدقيق اللي في البصل وقع في الزيت اهو، فبتحرق معاكي. فتعملي لازم تصفيه، مينفعش تحطي البصل التاني وراه، يعني البصل اللي هتحطيه هيتحرق معاكي. انما انت لما تصفيه اول باول كده، يبقى الزيت معاكي نضيف، والحاجه اللي معاكي عمرها ما تتحرق منك. الخطوه دي لازم تعمليها في كل اكلاتك.
سواء بتحمري بانيه، سواء بتحمري البصل بتاع الكشري، بتحملي اي البطاطس كمان، اي حاجه انت بتعمليها تصفي منها زيت كده اول باول. خلاص كده بقى ايه، حطيت الدور تاني من البصل كميه تانية، واحمرها برضو لغايه ما تاخد اللون الذهبي الجميل بتاعنا. في نفس الوقت بقى كانت المكرونه عندي كانت قلبت معايا الميه، حطيت بقى شويه ملح وشويه زيت وهي بتتسلق يا جماعه علشان ما تعجنش معانا. ونحط بقى ننزل بالمكرونه الناعمه، وبعد كده ننزل بعد كده بالمكرونه الاسباجيتي. المكرونه الاسباجيتي يا جماعه بنقطعها 3 اجزاء كده زي ما انتم شايفين، علشان ما ينفعش نحطها سليمه زي ما هي للكشري. لو هتعملي مكرونه بطماطم سباجيتي بتعمليها بتنزليها زي ما هي، انما دي احنا عايزين نقطعها ايه، تبقى قطعه كده مش كبيره، نقطعها 3 اجزاء. انا كنت مولعه العين اللي وراها دي على العدس بجبه. خليكي كده شاطره كده ومنظمه كده، تحاولي انت تولعي على اكلك كله مع بعضه بحيث ان تخلصوا كل الاكل مع بعضه. وعايزه اقول لكم ان هو ما خدش معايا وقت والله، انا كنت مولعه على اكل متاخر وكل الشغل ده ما خدش معايا ساعه، كنت مخلصه كل حاجه. زي ما انت شايفه كده. عملت بقى ايه، انا كده خلصت البصل معاكم وكده بقى بعمل ايه، الرز بشعريه. بنجيب الشعريه بنحمرها كويس، بنخليها تاخد لون غامق شويه عن الرز بالشعريه المعتاد بتاعنا، بنغمقه شويه. وبعد كده بننزل بالرز. الرز طبعا غسلينه ومصفين الميه بتاعته، وبننزل عليه على الشعريه. خلاص طبعا احنا عارفين الرز بالشعريه بيتعمل ازاي، مش محتاج يعني. بنقلبه بقى كده مع بعض، وبعد كده بننزل عليه بميه سخنه مغليه. دي اهم حاجه، ميه سخنه مغليه يا جماعه. ونحاول بقى ايه، ما نزودش الميه قوي، يعني ده يعني ايه، ما نزودش الميه زي كل مره بنيجي نعمل الرز، لا نحاول احنا نخليه يبقى مفلفل معانا كده، لان الكشري عايز الرز بتاعي يكون مفلفل ما يكونش معجن، تبقى كل حاجه معانا كده مفلفله كده، يطلع معاكي زي بتاع المطاعم بالظبط زي ما انت شايفه كده. نقلب كده في الزيت كده بالشعريه كده. بقى ايه، المكرونه كنت انا بقى طلعتها من الميه وغسلتها وصفتها، نحط بقى عليها عشان ما تعجنش معانا شويه زيت من بتوع البصل، شويه زيت من اللي كنا حمرين فيهم البصل، هنحطهم فين، على المكرونه. ليه يا جماعه؟ عشان ما تعجنش معانا وبتفضل كده ايه زي ما انتوا شايفينها كده، المكرونه بمكرونتها ما تلاقيش حاجه لازقه فيها ابدا، وفي نفس الوقت بتديلها طعم جميل. جربوها وهتقولوا لي ايه رايكم، بجد طعمها كان جميل. ليه؟ ميه الزيت بتاع البصل عطيلها طعم. وبكده بقى حطينا الميه السخنه على الايه، على الرز. زي ما انتوا شايفين كده انا ما كترتش الميه علشان ايه، يطلع معايا مفلفل. هو في المعتاد يعني بتبقى الرز بشعرية عايز ميه اكتر من الرز العادي، علشان آه بيبقى عايز يعني ما تحطش شعرية على الرز، بيبقى عاوز تزودوله الميه شويه. انا بعمله كل مره كده، بس المره دي بقى ما زودتش قوي عشان يطلع معايا مفلفل، وفعلا طلع معايا مظبوط. يعني كميه الميه ما تبقاش، يعني الرز يبقى باين يعني شويه كده. خلاص وحطينا الملح وخلاص كده، كده خلصنا الرز. نيجي بقى نعمل ايه، نعمل الصلصه بتاعت الكشري بتاعتنا، اللي هي عباره عن ايه يا جماعه، هنحط شويه توم كده مفرومين حلوين في شويه على الزيت، ونصفره كده تصفيره كده ذهبي كده جميله. وبعد كده ننزل عليها بايه، بالكزبره الناشفه. ده السر ايه، الوصفه بتاعت المطاعم يا جماعه بتاعت الكشري. نعملها تاني بتومه، كزبره ناشفه، وشويه كمون. توم، كزبره ناشفه، شويه كمون. وبعد كده ننزل بايه، بمعجون الصلصه. وبعد كده ننزل بالطماطم بتاعتنا عادي. انا هحط بقى اهوت الكزبره الناشفه ونقلبها تطلع الريحه بتاعتها الجميله، وننزل بالكمون برضو طلع ريحه البهارات كده مع التوم، ونقوم نازلين بقى ايه، بمعجون الصلصه.
دي اهم خطوة يا جماعة، تقلبي كده عشان ريحة البهارات تطلع معاكي مع التوم. وبعد كده ننزل بمعجون الصلصة. امشي معايا بس كده بالخطوات اللي انا بقولك عليها دي، وانت هتاكلي احلى كشري في الدنيا. زي ما انت شايفة كده، نقلب بس معجون الصلصة الاول، وبعد كده هننزل عليه بالايه، بالصلصة، بس بالطماطم اللي احنا عملناها في الخلاط او اللي انت مسبكاها وعيناها في الفريزر. انا كنت عاينه كيس في الفريزر مسبكاه، فحطيته ايه معايا، وكان ايه مريحني. طبعا انت لما تعملي كده وتكوني انت مجهزه حاجتك في الفريزر وعامله صلصه في الفريزر، بتريحك في الحاجات اللي زي دي، بدل ما تقعد تعملي في الخلاط. طبعا هحط عليها شويه ميه ونسيبها بقى ايه تفك معانا، وبعد كده نظبطها. نيجي بقى نعمل ايه بقى دلوقتي، هنعمل الدقه بتاعت الكشري، الدقه اللي هي بالثوم والخل. اول حاجه بنجيب شويه توم مفرومين كده حلوين برضو، وبعدين ننزل عليهم بايه يا جماعه، بشويه خل، حوالي فنجان من الخل. وبعد كده بننزل عليه بعصير ليمون، و اول حاجه ننزل بالكمون والكزبره الناشفه وعصير الليمون، وبعدين الميه المغليه. كده نزلنا بالخل وبالكزبره الناشفه وشويه كمون، وبعدين ايه الميه المغليه، تكون انت مجهزه شويه ميه مغليه في الكتل وتقومي حطاها. انا كنت بقى في الوقت ده نسيت احط ايه عصير الليمون، فبعدين بقى اقول لك هتشوفوها مع الوقت وانا بحطه. جيت ده دلوقتي كان رز بالعدس، كان العدس بجيب استوى معايا، طبعا بتسووش قوي، وبعدين بتصفي الميه، ما بتغسلوش، انت بتبقى غسلاه قبل كده ما بتغسلوش تاني. وبتكوني وانت بتغسلي وانت بتسلقي العدس بجبه، بتحطي فيه شويه ملح وشويه كمون، شويه ملح وشويه كمون وانت بتسلقيه مع التوم. خلاص، تحطي فصين توم كده سلام. بعد كده بتصفي بقى العدس بجبه، بتقومي حاطاه بقى مصفياه وحطاه مع شويه زيت كده في الصينيه زي ما انت شايفه كده، وبتقعدي تقلبيه لغايه ما ينشف معاكي، يبقى ايه يفرط معاكي كده. خلاص، تحطي بقى عليهم بقى ايه، كنت حاطه كمون وهو بيتسلق، هتحطي شويه فلفل اسود بس، وتقلبيه بقى وتسيبيه لما ايه لما يبرد بقى، وبعد كده ايه تستخدميه بقى ايه ساعة التقديم بقى وكده. زي ما انت شايفه كده، نحاول ان احنا نقلبه في الزيت كده، هتلاقيه بقى ايه نشف معاكي كده، وبقى ايه جميل، وبقى العدس كده واحده بواحدتها كده وباينه معاكي كده وحلو. ومش ايه، بتحاولي انت برضو ما تسووش قوي عشان ما يتهريش معاكي. طبعا بتزودي له برضو لو انت بتدوقي كده، لو عايز ملح بتحطي له ملح. إيه كده بقى ايه الصلصه بعد ما فكت معانا من التلج بتاعها، حطينا بقى ايه بندوها بقى كده، نشوف لو عايزه ملح بنحط لها ملح. انا كنت بقى زودت لها شويه ملح. زي ما انت شايفه كده. طبعا عايزه بقى ايه، او لو انت مثلا اول مره تشوفيني او متابعيني وكده، لايك بقى واشتراك كده وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله مني باذن الله. كده بقى دلوقتي نعمل ايه، نعمل الشطه بتاعه الكشري. هنعمل حاجه كده مع بعض. الشطه بتاعه الكشري بتتعمل ازاي، نجيب شويه زيت صغيرين، ننزل عليهم بالشطه الحمراء بتاعتنا، بس تحاولي تجيبي شطه تكون حاره شويه عشان تعمل معاكي، ما تجيبهاش بارده. وبتقلبيها في زيت كده لغايه ما تطلع ريحه الشطه بقى، تحس اللي هي ايه بتتخنقي كده من ريحتها، تعرف اللي هي ايه ريحتها طلعت معاكي. بعد كده بتنزلي عليها بايه بقى، تنزلي عليها بشويه صلصه من اللي انت عاملاها بتاعت الكشري، وبتنزلي عليها برضو فنجان من ايه، من الدقه اللي بالخل اللي انت برضو كنت عاملاها. يبقى تحط شويه صلصه وشويه دقه على ايه، على الشطه. يبقى كده ايه، دي كده الشطه بتاعتنا خلصت معانا. هتشوفي دلوقتي اهو هنحط ايه مع بعض اهو.
كام معلقة كده من الصلصة. طبعا بتحطي الكمية اللي انت عايزاها بقى، انت عاوزة تزودي بتزودي زي ما انت عايزة. انا ما زودتش يعني كمية كتير لان احنا يعني ايه منكترش من الشطة قوي يعني، فما حطيتش صلصة كتير يعني. عملت يعني حوالي كده إيه فنجان، يعني ايه كده فنجان معاه زي ما انت شايفة كده. وحطيت شوية من الدقة اللي بالخل، وقلت قلبتين كده وبنطفي عليها اهي كده خلصت معانا. بصي طريقة سهلة وبسيطة جدا، جربي بس الطريقة الخطوات كلها اللي انا عملتها دي وانت هتاكلي احلى كشري في الدنيا. بعد كده ده عصير الليمون اللي قلت لكم في الاول، اللي انا نسيت احطه معاكم في الدقة بالخل وانا بعملها، نسيت احط الليمون. فانا عصرت الليمونية كده، شلت البذر منه وقمت حطاه عليه. خلاص كده. جيت بقى اقول لكم بقى على على الحمص الشام. طبعا بتبقى على بيات، انا كنت جايباه في نفس اليوم، فنقعته كام ساعه كده بميه سخنه وعمل معايا برضو كان حلو. دي بقى صرصه بوريها لكم بعد ما خلصتها كده. وكده كده خلصنا الاكل كده معانا. نيجي بقى نقدم بقى معانا الكشري. ده كل حاجه معانا، دي بقى الصوصات اهي، والبصل ومكرونه والحمص والرز بالشعريه، والصلصة معانا اهي، والعدس بجبة. كده خلصنا المكونات بتاعتنا. هنيجي بقى نعمل عشان نقدمها. هنقدمها ازاي بقى؟ اول حاجة هنجيب الرز بشعرية الاول، خلاص. وبعد كده هننزل عليه بالمكرونة. طبعا الترتيب ده زي ما انت عايزة، زي ما تحب، كل واحد حسب ما بيحب يا جماعة. بس انا بعمله كده وهو بيتعمل كده حتى في المطاعم. يبقى بنعمل الرز وبعدين المكرونة وبعدين العدس. خلاص. طبعا في ناس بتعمل الكشري ده في حلة واحدة، يعني بتعمل الرز مع العدس كده الشعرية كله مع بعضه في حلة واحدة. انا بحبوش كده، انا بحبه اعمله بالطريقة دي كل حاجة لوحد. ساعات هو صحيح تعب وكده، بس بيدي نتيجة حلوة في الاخر زي ما انت شايفة كده. يعني انا جربت العدس على بعضه، بس ما حب ما حد يعني احنا ما حبناهوش كده، احنا بنحبه كل حاجة لوحدها. زي ما انت شايفة كده بنحط بقى، حطينا العدس وبعدين نحط الصلصة، وبعد كده هنحط البصل البصل والحمص الشام. وبعد نحط بقى الصوصات بقى اللي احنا عاملينها، الدقة بقى والشطة الحارة وكده. طبعا بتاعة التقديم بتحط الحاجات دي قدام الأولاد كده أو قدام اللي بياكل، وهو يحط بقى براحته. بس انا قلت اما اعمل معاكم كده يعني عشان بصور معاكم كده، فبوريكم بقى التقديم يبقى ازاي. وتحط بقى الحمص الشام كده على الوش، وتحطي بقى كده بقى الدقة بقى والشطة الحارة وكده. وبكده يبقى خلاص معانا الكشري بتاعنا الجميل كده المصري بتاعنا. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم كده، واكون عن حسن متابعكم، واكون كده ضيفة خفيفة عليكم. يا رب تستفادوا من الفيديو. وكل بقى كده اللي لسه متجوزة وكل اللي لسه بتتعلم الطبخ تستفاد من الفيديو وتجرب طريقة الكشري بتاعتي. ويا رب تعجبكم، ويا رب اكون على حسن ظنكم كده. ما تنسوش بقى يا جماعة باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. وعايز اقول لكم بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.